المطعم ده انا باكل فيه تقريبا بشكل اسبوعي من سنه 2008. من اجمد الناس اللي بيعملوا مشاوي وباحسن سعر، وبرغم الزحمه اللي موجوده عنده دايما الاكل بينزل سخن مولع، مع عيش بلدي طازه وسلطات مجانيه مع المشاوي زي زمان. مع كل الكلام ده هتاخد اشيك قعده في كل مطاعم المشاوي اللي هتروحها، وده فرعه التاسع في الشيخ زايد في مول ويست مارك، وهو الدهان اللي من 1890. اسعاره منطقيه بالنسبه للحاجه اللي بيقدمها، مش بيشطح قوي زي اماكن تانية. فتعالى اوريكم انا بحب ايه وتجيبوا ايه. يلا ابدا باجمد اوردر في الدهان، بس بيخلص بسرعه فحاولوا تلحقوا. كتف الضاني خطيرة. روح كتف ضاني دايب ينزل لك سخن مع رز اصفر بالكبد 10 من 10. يجي جنبها في المركز الاول الموزه الضاني بتاعت الدهان، حجمها كبير وتحتها شعريه بالكاجو، السوا بتاعها حلوه قوي والتتبيله مظبوطه برضو، بجيبها كتير وبتخلص بسرعه برضو. لحمه طريه ومستويه ونظيفه قوي وتتبيله خطيره. لو لقيت اي اوردر من الاوردرين دول اطلبه من غير ما تفكر. نيجي بقى للمشاوي. الدهان يا جماعه بيعمل مشاوي من 1890، فمش محتاج اتكلم على المشاوي بتاعتهم، ولكن احلى حاجه بحبها عندهم الريش. احلى الناس اللي بيعملوا الريش. اما بقى الاوردر الرسمي ليا في الدهان، فببدا بشوربه لسان عصفور. بعشق الشوربه دي هنا. بعد الشوربه الاوردر الرسمي نص فرخه مشويه مخليه من الدهان بتتبيله خطيره، وحجمها كبير وسعرها حلو. مع طبعا الرز البسمتي المسلوق. والناس اللي ما بتحبش الوراك، في صدور فراخ فيليه طريه قوي نفس التتبيله عالميه. اما بقى السيكريت منيو بتاع الدهان واللي الناس ما تعرفوش، عندهم فطير خطير وحواوشي على الفحم عالمي، ونختم بالملوخيه بالتقليه ورز ابيض مصري وفراخ متحمره خطيره.